صالح جمعة بتاع الاهلي اتخصم له 700,000 عشان خاطر كان سهران مع واحده. بصراحه حرام، ظلم. ليه ظلم؟ لان البنت دي كانت موجوده معايا، كانت سهرانه معايا. المفروض ان هو مش يتخصم. ايوه ده حرام يا بنت، ليه يتخصم له 700,000؟ ده حرام، بتدلع البني ادم. البنت كانت موجوده معايا واشهد من 100. البنت ديت كانت موجوده معايا يوميها، ليه بقى يتخصم لها؟ ما قولي لي بقى، قولي لي بقى، ما الظلم حرام برضه، ما ربنا هيفوق بالعقل. لا ما حرام. بقول لك ايه، لو انت هيخصموا لك على سهراتك مع البنات يخصموا لك قد ايه؟ والله العيب مش عليا، العيب على البنات. يقسموا للبنات ليه؟ ده كل واحد مهابه ودبه عايزه تعمل معايا سهره، لان انا اشهر مواطن في مصر. ايوه موجوده على النت، اشهر مواطن في مصر. وكل يا بنت ايام الجامعه كان شعري دوت زي رجع باظه، كنت اعمل كده البنت الحقيقه يا بنات الاستاذ عماد جه وحولني من نظام الانتساب، ولما اروح الجامعه كان الامن المركزي يجي. ليه؟ لان الاستاذ محمد عماد قاعد في الطياره، تلاقي البنات كده اهو معقلوني يقوم عليهم. طب ده ذنبي؟ ذنبي ان هي حلوه؟ مش ذنبي ان هي حلوه، اللي معامله مع الواد يقول لك مصاب 700,000. لا الواد مظلوم، وانا اروح المحكمه الدوليه واقول الباشا كانت معايا. ايه رايك بقى سعادتك؟ قولي تاني. شكرا.